السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا كبسه سعوديه، بلمسه مغربيه ولكن في الفران. بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. من طبيعه الحال ما غاديش نطول عليكم. هنايا عندي بصله مشلطه محكوكه او محكوكه، وعندي 3 ديال فصوص ديال الثومه كما ملاحظين معايا في الفيديو، رشيشه ديال الملحه. وتيقوني بان هاد الكبسه كتجي زوينه بزاف بزاف. هنا كما لاحظتوا معايا عندي 5 الحبات ديال الهيل و5 الحبات ديال القرنفل وجوج ديال الوراق سيدنا موسى وواحد العويد ديال القرفه. زدت عليهم قزبر ومعدنوس ومعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. هنايا عندي صلصه جاهزه بحال سوليس اللي غادي نزيد ليها 4 ديال المعالق كبارين من هاد الصلصه هادي. الا عندكم سوليس ديروا نص ديال باكيه اولا ديروا مطيشه محكوكه وحده. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال قزبر يابس، ومعلقه صغيره ديال اليبسار، معلقه صغيره ديال الكركم اللي غادي نزيد عليهم معلقه ونص ديال الحمرة فيمي. وهنايا عندي الدجاج من طبيعه الحال. شحال ما عندكم ديال الدجاج، انا هنايا كما لاحظتوا معايا عندي تقريبا كيلو الا ربع ديال الدجاج، ماشي بزاف. ودرت عليهم شويه ديال الزيت ديال بلديه ديال الحوت، وغادي نحرك مزيان مزيان، وغادي نغطيهم بواحد بابي كويسون وندخلهم الفران. بالنسبه ندخلهم الفران ماشي يطيبوا، لا، غير باش يتشحروا مزيان مزيان في الفران ونرجعوا من بعد. هنايا عندي الرز بسمتي. بالنسبه للرز بسمتي انا كنستعمل هذا الرز هذا اللي كنوريهكم دائما. لومبالاج ديالو سميتو الرز الهندي. بالنسبه لهذا الرز هذا فهو كيجي زوين بزاف بزاف. انا بالنسبه لي كنستعملو، يمكن لكم نتوما تستعملوا اي روز بسمتي، المهم يكون من نوعيه جيده. من طبيعه الحال رقدته في الماء وغادي نخليه حتى يوجد معايا الدجاج، وغادي نغسلو مزيان مزيان ونخوي داك الماء اللي فيه ونولي ندير فيه الماء واحد اخر. صافي هنايا من بعد ما تشحر الدجاج مزيان مزيان غادي ندير له الماء الكافي، ومن طبيعه الحال غادي نغطيه ببابي كويسون ونرجعو للفران مده 30 دقيقه. من طبيعه الحال الفران كيكون سخون على اعلى درجه 250 درجه. اللي شعلته من قبل عاد عملت الدجاج ديالي. بالنسبه للماء عندي هنايا غادي ندير زلافه، درت معكم زلافه وغادي نزيد زلافه ثانيه وغادي نزيد زلافه ثالثه، حيت عندي زلافه ونص ديال الرز بسمتي. بالنسبه للزلافه ديال الرز بسمتي كندير فيها جوج ديال الزلايف ونص ديال الماء. كنتمنى نكون وضحت لكم الفكره. هنايا الدجاج دخل فيه الطياب من طبيعه الحال، داك الرز درتو يقطر وعملته من فوق الدجاج كما ملاحظين معايا في الفيديو. وهنايا غادي نجيب هاد الاضافه هذه اللي زدتها، غادي ندير فلفله كامله صحيحه غادي نحطها في الوسط، وغادي ندير فلفله حاره غادي ندير جوج منها. بالنسبه للحار فهي ماشي حاره بزاف، بالعكس كتعطيها واحد المذاق اللي كتجي بنينه بزاف بزاف. ما تشبعوش من هاد الكبسه هذه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. من طبيعه الحال ما تنسونيش من اشتراك وكومنتير، ومن طبيعة الحال بارطاجيو القناة باش تعم الفائدة على الجميع. وهنايا غادي ندخل الكبسة ديالي الفران وغادي نخليها بلا ما نغطيها ببابي كويسو ونرجعو من بعد. هنايا من طبيعة الحال شوفوا معايا كيفاش داك الروز كيفاش كيجي. هنايا طابت الطياب الكافي، ما خداتليش الوقت بزاف نهائيا. الروز كيجي حبه على حبه كما ملاحظين معايا.
داك الفلفله كتعطيها واحد المذاق اللي كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوا الكبسه بطريقتي في الفران، ماشي في البوطه، وتردوا عليا الخبار. وفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.